زي ما دايما بنسمع ان الحارس هو نص الفرقه، فخليني اقولك ان خط الدفاع هو صمام الامان لاي حارس مرمى في الدنيا. عشان كده النهارده هنكمل قائمه افضل 11 مدافع في تاريخ الكوره ب5 اسماء جباره مستحيل تسمعهم غير عندنا النهارده. خلينا نضم النهارده في القائمه بتاعتنا واللاعب رقم 7 هو بوبي مور. خليني اقولك انك لو رحت وعديت من قدام ملعب ويمبلي الشهير هتلاقي التمثال الاسطوره قدامك بوبي مور، وده لان بوبي مور هو كان قائد احد اشهر الاجيال في تاريخ انجلترا واللي فاز معاهم بكاس العالم الوحيد في تاريخهم حتى الان. مور كان قائد داخل الملعب وكان اسطوره، وهو كان ضابط ايقاع خط ظهر الدفاع ويست هام في الملعب. كمان محليا بوبي مور كان اسطوره ويست هام يونايتد اللي قدر معاهم يفوز بكاس الكؤوس الاوروبيه سنة 1965. ولكن خلينا نقول ان ايطاليا هي سيطرت على حلقة النهاردة، ولكن ايطاليا هي مدرسة كرة القدم الدفاعية في العالم، وده لان كل المهارات اللي تم تطويرها لحد دلوقتي وكل التاكتكس اللي بيتعمل لحد النهاردة هو نتاج من الكرة الإيطالية، واللي احنا اتعلمناه من الكرة الإيطالية لأنها كرة تمتاز بالدفاع الصلب. ولكن اللي بيميز لاعبنا اللي في المركز رقم 8 النهاردة هو أخلاقه العالية، فاحنا النهاردة بنتكلم عن شيريا. فدايما أول لما يجي في بالك سيرة المدافع هتقول يا ترى النهاردة هياخد كارت أصفر ولا كارت أحمر، ولكن اللي بيميز شيريا في حلقة النهاردة هو أول مدافع في التاريخ لم يحصل على أي بطاقة حمراء طوال تاريخه. شيريا كان أحد لاعبي يوفنتوس واللي تقريبا كان معاهم أفضل مدافع مر على اليوفي في تاريخها، وقدر يحقق معاهم الدوري الإيطالي 7 مرات في تاريخه. مش بس كده، شيريا كمان توج مع يوفنتوس ب2 دوري أبطال أوروبا، ومش بس كده كمان عالميا توج بأهم وأغلى لقب في التاريخ وهو كأس العالم سنة 82. ولكن خليني اخدك شوية بعيد عن الكرة الأوروبية واكلمك عن لاعب القرن في تشيلي هو إلياس فيجرو، وده لأنه بيعد واحد من أفضل المدافعين في السبعينيات، وشارك مع منتخب بلاده تشيلي في كأس العالم 3 مرات قدر من خلالهم يجيب جونين. صحيح فيجرو ما احترفش في أوروبا، ولكن سيرته كانت مسمعة في كل حتة في كوكب الأرض، ده لدرجة إن فيفا اختارته أفضل لاعب في السنة سنة 1976. كمان اللي يثبت لك كلامي إنه كان من أفضل المدافعين في فترة السبعينات إنه اختاروا الأسطورة بيليه من ضمن أفضل 125 لاعب في التاريخ من ضمن أسطورة بيليه. وفي النهاية قبل لما أكلمك عن اللاعب اللي في مركز رقم 10 في قائمة أفضل 11 مدافع في التاريخ، ولأني كنت متردد هل نحط اسمه ولا ما نحطوش، ولكن ما قدرتش اشوف اسم باولو مالديني في القايمه وما حطوش، لان اغلب مسيره باولو مالديني الدفاعيه كانت دايما في جبهه الباك ليفت، ولكن مالديني كان نجم من نجوم الخطوط الدفاعيه بشكل كبير. ومجرد ما تذكر لاي حد في العالم اسم باولو مالديني لازم بشكل كبير يفتكر الخطوط الدفاعيه المتكامله، وده لان الفتره القليله اللي لعب فيها باولو مالديني في مركز الوسط المدافع غطت على اسماء كتير قوي، الناس قعدت عمرها كله تلعب في نفس المركز، ولكن باولو مالديني من سنين قليله جدا لعبها في المركز ده غطى عليهم بشكل كبير جدا. وعلشان كده يستحق باولو مالديني التواجد في قائمه افضل 11 مدافع في التاريخ لمرور 25 سنه من العطاء لباولو مالديني مع الميلان. نجح من خلالها باولو مالديني انه يحفر اسمه في تاريخ الكرة العالمية في الاي سي ميلان. وفي النهاية وقبل لما نتكلم عن اخر لاعب في قائمة افضل 11 مدافع في التاريخ، حبيت النهاردة اننا نتكلم عن اللاعب الاكثر معدل تهديفي في تاريخ اللعبة وهو سيرجيو راموس. يعتبر راموس هو افضل مدافع في القرن الحالي، وهو اللاعب الاكثر معدل تهديفي في تاريخ اللعبة لانه سجل 105 هدف خلال 721 مباراة في كل الأندية اللي لعب فيها، وده يعتبر رقم كبير جدا لمدافع بيلعب كقلب دفاع. كمان راموس صاحب مسيرة بتحتوي على ألقاب كبيرة جدا في الدوري الأسباني مع ريال مدريد اللي قدر من خلالها ياخد 5 ألقاب في الدوري الأسباني، وقدر ياخد على 4 بطولات دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد. لا ده كمان راموس كان جزء كبير من الفريق الأسباني اللي فضل مهيمن على بطولة أوروبا مرتين متتاليتين
وفاز بيهم 2008 و2010. مش كده وبس، ده كمان راموس كان عضو اساسي في الفريق اللي فاز بكاس العالم 2010. حقيقي ما كانش ينفع اعدي راموس كده من قائمه افضل 11 مدافع، لان كمان راموس خد 5 القاب في الدوري الاسباني، ده غير 4 القاب لدوري ابطال اوروبا، ده غير كمان 4 القاب في كاس العالم للانديه. لا ده انا كمان عاوز اقول لك على حاجه، اوعى تفتكر ان القاب راموس خلصت في الشويه اللي انا قلتهم دول، لا ده كمان راموس خد كاسين ديليريس، وكمان خد 3 القاب في السوبر الاوروبي. مش كده وبس، القاب راموس ممتده وهتمتد لحد النهارده، لانه بيلعب في فريق بطل زي باريس سان جيرمان اللي بيضم كوكبه من النجوم تقدر تحقق بطولات لسنه او سنتين او 3 سنين كمان. علشان تعرف ان انا حافظك وفاهمك كويس جدا، فقبل ما ننهي الحلقه حبيت انوه عليك تنويه مهم جدا. وقبل لما تسالني هو انت ازاي حطيت اسم فلان قبل فلان، فحبيت اقولك ان احنا رتبنا افضل 11 مدافع في التاريخ بناء على الانجازات الفرديه اللي كان لها دور كبير جدا واثرت على الفريق بشكل كامل، وكمان على دور المدافع جوه الملعب وشكله واسلوبه وطريقه لعبه. بما اننا وصلنا لنهايه حلقتنا، فما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتكتب في الكومنتات مين هو افضل مدافع شفتهم في ال 11 مدافع اللي احنا اتكلمنا عليهم. ولو عندك مدافع اقوى منهم ما حطيناهوش في قائمه افضل 11 مدافع في التاريخ، فاكتبهولي دلوقتي علشان ينزل الحلقه اللي جايه. ولو لسه ما شفتش حلقه اسوأ 6 مدافعين في تاريخ كره القدم، فانت حقيقي فاتك كتير جدا، فما تنساش تتفرج عليها من هنا.